عشان ربنا مش موجود في حساباتك اصلا. واعتقد ان دي اكبر مشكله عندك. خدي بالك، انا فاهم كويس الاحساس بان إن انت تبص لنفسك وتقول انا مش ناجح، انا مش هوصل، انا مش هعمل حاجه. بس الفكره ان المشكله دي مش بتبقى عدم ثقه في النفس، هي عدم ثقه في ربنا. امال ايه؟ ربنا قال له وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فلو جينا لقصه سيدنا اسماعيل وستنا هاجر، هي كانت عايزه تجيب ميه لسيدنا اسماعيل، وقعدت تروح مره واثنين وثلاثه 7 اشواط ما بين الصفا والمروه. الفكره ان هي ما لقتش الميه في الصفا ولا في المروه ولا حتى في الطريق، هي انفجرت فجاه تحت سيدنا اسماعيل. الفكره هنا في ايه بقى؟ ودي احسن حاجه في القصه، بان مش شرط السعي يجي على اساسه الرزق. انت بتسعى، انت في رحله دي انت بتستمتع بيها، وهو بيرزقه من حيث لا تحتسب. ربنا بيجي لك الرزق من غير ما انت تكون محدد في السعي انا هيجي لي من هنا. فواحد مثلا مش شرط ان يكون فتح مشروع فيجي له فلوس من هنا، او راح وظيفه فهو ينجح فيها من هنا، او نزل فيديو فهيضرب منه من هنا، لا، فيلاقيه جه من ناحيه تانية خالص. فبالتالي الواحد بيقعد يفكر لما يجي يسعى انا سعيد بس ما حصلش حاجه، فيوقف لانه مش واثق في ربنا، لان ربنا مش موجود في قلبه. فبالتالي لو انت فكرت ان السعي هو لمجرد السعي وانت منتظر النتيجه من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقك، ففي الاول في الاخر مش هتلاقي نفسك بتزهق او بتمل او بتفقد معنى الرحله. هي دي النقطه. فانت عليك السعي، وتلاقي زمزم بتاعتك في اي مكان ربنا رزقك بيه.